قبل أن يعود شباب الأهلي في هذه الكرة وسط الاندفاع من جانب لاعبي النصر بطريقة غريبة وعجيبة. تركوا الغساني لوحده في هذه الكرة وسجل الغساني هدف التعادل لأن يعيد شباب الأهلي للمرة أخرى. ترك مكانه سلطان الغنام في هذه اللقطة. التقارب الجميل بين كريستيانو وبروزوفيتش وماني. شوف اللقطة والتمريرة وبروزوفيتش غريبة كرة خطيرة وأمام المرمى وفرصة متاحة لبروزوفيتش لكن مرت سليمة. تعادل، جول تعادل. شباب الأهلي يعود للمباراة بسرعة، يعود ويسجل التعادل. مشاكل في دفاع النصر واضحة وهدف تعادل لمصلحة شباب الأهلي. شوفوا الكرة وشوفوا اللقطة وشوفوا التقدم من جانب شباب الأهلي. يحيى الغساني، شوفوا الكرة والتمريرة كانت بينية عند دبور، مر بمهارة ومرر كل اللاعبين متقدمين. التغطية كانت سيئة جدا ويحيى الغساني استطاع أن يسجل هدف التعادل لأن يعيد شباب الأهلي بسرعة. مباراة مفتوحة فيما بين الفريقين ومفتوحة على كل الاحتمالات. الغساني أعاد شباب الأهلي بسرعة للمباراة وسجل التعادل. لاعب الإماراتي الشاب صاحب 25 سنة يحيى الغساني لاعب الوحدة السابق ولاعب شباب الأهلي. عرضية على راس تاليسكا والأهداف كلها بالراس، الأهداف كلها رأسيات. شوف الكرة مرت عند أيمن يحيى، ثاني كرة يا أيمن، شو هالبركة ما شاء الله. بركة بقدم أيمن يحيى، حط الكرة على راس تاليسكا. هدف ثالث نصراوي، 3 نصراوية. الله على النصر، الله يا عالمي، لابد أن يكون يا كاسرو. الغنام يعادل النتيجة، هدف نصراوي ثاني، جول أخيرا تعادل. شوف العرضية، أول مرة في كرة عرضية ناجحة. شوف العرضية والعرضية على رأس الغنام، حط الكرة الغنام يعني يعادل النتيجة. 2-2 أصبحت الآن. يا سلام على النصر، يا سلام على العودة، يا سلام على العودة، يا سلام على الروح والإصرار والعودة، عودة كبيرة.